في الفيديو ده هنتكلم ونعرف مين هم أقوى وزراء الدولة العثمانية الذين هددوا عروش السلاطين. بس الأول نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك عشان نكمل باقي الفيديوهات. جندرلي خليل باشا الكبير، قرة خليل خير الدين باشا جندرلي، هو الصدر الأعظم الخامس في تاريخ الدولة العثمانية، وثاني صدر أعظم في عهد السلطان العثماني مراد الأول. دامت وزارته 23 عام، ما بين عام 1364 ل 1387. كان اسميا أول من حمل لقب الصدر الأعظم. يعتبر هو أول فرد من أسرة جندرلي يتقلد منصبا رفيعا. كانت عائلته علامة صعود الإمبراطورية العثمانية بين عام 1360 ل 1450. ارتقى إلى منصب الصدر الأعظم من منصب رئيس المحكمة العسكرية قاضي العسكر في سبتمبر 1364، وبقي في هذا المنصب حتى وفاته عام 1387 ميلاديا. هو أيضا من بدأ نظام التوظيف في الدولة العثمانية، وعلى هذا لا يجب الخلط بينه وبين حفيده خليل باشا الصغير، والذي أيضا أخذ منصب الصدر الأعظم في عهد مراد الثاني، وخلال السنوات الأولى في عهد السلطان محمد الفاتح. خليل باشا جندرلي الصغير هو الصدر الأعظم 11 في تاريخ الدولة العثمانية، والرابع في عهد السلطان مراد الثاني، والأول في عهد السلطان محمد الفاتح. ينتمي خليل باشا الجندرلي إلى أسرة جندرلي العثمانية التي اشتغل أبنائها بالسياسة، وتولى 5 منهم الصدارة العظمى في الدولة. كان خليل باشا الجندرلي الصغير هو العضو الرابع وقبل الأخير الذي يشغل منصب الوزير الأكبر في الإمبراطورية العثمانية، فقد شغل هذا المنصب والده إبراهيم باشا جندرلي الأكبر، عمه جندرلي علي باشا، وجده جندرلي خليل باشا. إبراهيم باشا البرجلي هو أول صدر أعظم يقوم بتعيينه السلطان سليمان القانوني بعد توليه عرش الدولة العثمانية. اكتسب شهرته من صعوده السريع في الدولة. ولد إبراهيم لأسرة مسيحية قرب مدينة برجة على الساحل اليوناني، وكان أبوه صيادا أو بحار، ويعتقد أنه تم بيعه لأرملة أحسنت نشأته وعلمته العزف على الكمان قبل أن يتم أخذه إلى الأناضول. لاحظ العثمانيون فطنة إبراهيم ووسامته الجذابة، فقربوه إلى مجالسة سليمان ابن السلطان سليم الأول الذي اتخذه صديقا له، فقام إبراهيم بتلقي تعليمه مع ولي العهد العثماني ليكتسب مهارات معرفية شديدة، منها اللغات المتعددة. يقال أنه كان يتحدث 3 لغات، وهم الفارسية، الصربية، الإيطالية. تولى إبراهيم منصب الوزير الأعظم وهو بعمر 28 عام، وذلك في عام 1522 ميلاديا، خلفا لبيري محمد باشا الذي تم تعيينه في عهد السلطان سليم الأول، ويعتبر الرجل الثاني للدولة، وكان يعتبره البعض المحرك الأساسي للدولة العثمانية، وله الفضل في الكثير من الفتوحات والتوسعات والانتصارات العسكرية المبهرة التي حدثت في عهد السلطان سليم الأول. وصول إبراهيم باشا السريع لهذه المناصب جعل له العديد من الأعداء الذين بدأوا في إشعال أي خطأ يقع فيه. زاد الغرور والكبرياء عند إبراهيم البرجلي نتيجة المناصب والسلطة المطلقة التي منحها له السلطان سليمان القانوني. حدث بعد ذلك الكثير من الخلافات بين السلطان سليمان ووزيره الأعظم إبراهيم البرجلي، أدت إلى إعدامه عام 1536 ميلاديا مخنوقا بغرفة نومه داخل قصر الباب العالي. محمد صقلو باشا كان من حسن حظ الدولة العثمانية وجود شخصية قوية مثل محمد باشا الصقلي في هذا الوقت، فقد نجح في مد عصر القوة للدولة،
رغم عدم وجود سلطان قوي، واستغل مواهبه العسكرية والإدارية في سد الفراغ الذي تركه السلطان سليمان القانوني. كان السلطان سليم الثاني ضعيف الشخصية، فإلى محمد باشا الصقلي وإليه وحده تنسب الانتصارات التي حدثت في عهد سليم الثاني، سواء في أوروبا أو في اليمن أو تونس أو الجبهة الإيرانية. وإليه أيضا ينسب الفضل في إعادة بناء الأسطول العثماني في سرعة مدهشة بعد كارثة معركة ليبانتو عام 1571 ميلاديا، الذي حطم فيها الأسطول العثماني. بعد وفاة السلطان سليم الثاني وتولية مراد الثالث مقاليد الحكم، أصبح الصدر الأعظم محمد باشا الصقلي يتمتع بسلطات كبيرة، حيث دعم ذلك تحالفه مع السلطانة الأم نوربانو التي بدأت تحكم الدولة من وراء الستار، مستغلة في ذلك ضعف شخصية ابنها مراد الثالث الذي كان يبلغ من العمر 29 عام عندما تولى العرش، ولكنه تميز بضعف الشخصية والانطواء داخل غرف الحرملك. يقال أن الرعية من الشعب كانوا لا يروه حتى في صلوات الجمعة، ففضل مصاحبة النساء عن إدارة الدولة وتأليف الأشعار بدلا من حمل السيف وقيادة الجيوش. سلطات الصدر الأعظم محمد باشا الصقلي الذي احتفظ بمنصبه لما يقارب 14 عام كانت محل حسد شديد، خاصة من وزراء الديوان الذين استطاعوا التأثير على مراد الثالث للتخلص منه، وكان يريد إعدامه، ولكن السلطانة نوربانو منعت ذلك. لكنهم قاموا بتدبير مؤامرة جديدة له بعيدا عن أعين السلطانة الأم نوربانو، ولم تعلم بشيء إلا بعد مقتل الوزير الأعظم عام 1579 ميلاديا، فاستشاطت غضبا من ابنها السلطان ووبخته على ما ارتكبه من جريمة في حق رجل أخلص في خدمة الدولة العثمانية، محمد باشا كوبريلي. في عام 1651 ميلاديا تولى حكم الدولة العثمانية سلطان صغير في عمر 7 سنوات، وهو السلطان محمد الرابع، ولم يسمح له تولي أمور الحكم في هذا السن، فقامت أمه خديجة طرخان بنيابة السلطنة. كانت امرأة شابة راجحة العقل ذات رأي وتدبير، شغلت نفسها بالبحث عن الأكفاء من الرجال للنهوض بالدولة الذي كان بدأ الضعف يأكل أوصالها. نتيجة الفتن والمؤامرات، وجدت السلطانة الأم ضالتها المنشودة في محمد باشا، وهو ألباني الأصل، قوي الشكيمة، وصاحب شخصية قوية. وقبل أن يتولى المنصب اشترط أن يكون له مطلق الضرب على أيدي أصحاب مراكز القوى في الدولة وسحق المؤامرات التي يدبرها أصحاب بعض النفوذ. قبلت السلطانة خديجة طرخان بهذه الشروط، وكانت هذه أول مرة في التاريخ العثماني التي يضع فيها وزيرا شروطا لقبول هذه الصدارة. بالرغم من كبر سن محمد باشا كوبريلي، إلا أنه قوي الشخصية والإرادة، عزيم الهمة، يميل إلى الشدة والترهيب فيما يتعلق بأمر الدولة وسلطانها، فانتظمت أمور الدولة الداخلية، وضرب على أيدي الانكشارية، وأعادهم إلى الانشغال بعملهم ومنعهم من التدخل فيما لا يعنيهم من شؤون الدولة السياسية. وفي الوقت نفسه حقق للدولة بعض الانتصارات الخارجية، فهزم البنادقة وأخذ منهم جزيرة ليمينوس. كانوا البنادقة قد استولوا على هذه الجزر واحتلوا مدخل مضيق الدرنديل، وقاموا بمنع دخول المؤن إلى إسطنبول. ولولا نجاح كوبرلي في فك هذا الحصار لتعرضت الدولة إلى خطأ فادح. استمرت صدارة محمد باشا كوبرلي 5 سنوات، أعاد من خلالها الأمن والاستقرار للدولة، وتوفى بعد ذلك ودفن في إسطنبول عن عمر 83 عام في عام 1661 ميلاديا. وبكده نكون اتكلمنا عن أقوى 5 وزراء في تاريخ الدولة العثمانية،
والذين كان بإمكانهم الوصول إلى عرش السلطنة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية. معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.